المنتخب العراقي إلى ملعب الجوهرة في جدة عاد إلى الأذهان أيام الماضي الدافئة ولقاءات الكلاسيكو الخليجي بين الأخضرين في عموم الاستحقاقات المونديالية والآسيوية ودورات كأس الخليج الخاصة بالمنطقة. محطة العراق كانت مهمة للسعودية لأن الفوز سيقربها خطوة نحو حصد بطاقة التأهل المباشرة وإبقاء الصراع مع اليابان القوية على صدارة المجموعة، بينما يقف العراق بعيدا عن ذلك الصراع وعينه على المركز الثالث الذي سيسمح له خوض ملحقين في حال عبورهما يصل إلى روسيا. الحذر كان السمة الأبرز عند الجانبين، لكن كرة يحيى الشهري غيرت الأجواء عندما تدخل أحمد إبراهيم في اللحظة الأخيرة منقذا مرماه من هدف محقق. لم تتجاوز برمتها وبالتالي الإنقاذ كان من أحمد إبراهيم. يا سلام، أحمد إبراهيم احترم. ورد العراق برأسية أحمد إبراهيم تصدى لها نواف العابد. أحمد إبراهيم إنقاذ ممتاز من نواف العابد. في الشوط الثاني بدأت السعودية بشكل مغاير، ومن تسديدة ذكية سجل يحيى الشهري هدفا مميزا في الدقيقة 53. الهدف أنهى آمال العراق تقريبا في المنافسة على أضعف الاحتمالات وهو المركز الثالث، وبدا واضحا عجز الأخضر في إحداث التغيير. فانتهت المباراة بفوز السعودية، وبينت التفوق الواضح المدرب الهولندي فان مارفيك وكيف استطاع إيجاد التناغم المناسب للفريق واضعا إياه على مشارف التأهل. على عكس ذلك، رغم تكبده الخسارة تلو الأخرى، فإن راضي شنيشل لم يتمكن من إيجاد الحلول المناسبة، مسجلا مع الأخضر واحدة من أسوأ إطلالاته على مر التاريخ.